مصطفى ليث ساير شاب لم تكن أيامه عادية، ولم تكن ساعاته متشابهة. منذ سنواته الأولى في الجامعة الوطنية قسم الأدلة الجنائية كان يعرف أن الطريق لن يكون سهلا، لكنه اختاره بإرادته ومشى فيه بقلب لا يعرف الاستسلام. ومع شروق الشمس كان مصطفى طالبا يحمل كتبه، يلاحق المحاضرات، يدون الملاحظات، ويصارع التعب في قاعات الدراسة. ومع غروبها كان يتحول إلى شخص آخر. شيف بارستا في آيس كريم وحلويات الإيطالي، يصنع القهوة بابتسامة ويحضر الحلوى بروح دافئة، رغم أن جسده كان مرهقا وروحه أحيانا مثقلة بالضغط. أكثر من 18 ساعة يوميا بين دراسة دقيقة ومسؤولية عمل لا تعرف التهاون. كان يعود متأخرا، يراجع محاضراته بعين نصف مغلقة، ويقاوم النوم لأنه يعرف أن الحلم لا ينتظر المتعبين. مرت 4 سنوات، سنوات من الصبر، من الصمت، من التضحيات التي لم يرها أحد. ضحى براحته، بوقته، بكثير من اللحظات التي كان يستحقها فقط ليبقى واقفا. وفي يوم مختلف وقف مصطفى بملامح أنهكها التعب، لكن زينها الفخر. تخرج من الجامعة. لم يكن النجاح ورقة ولا شهادة فقط، بل كان دليلا حيا أن من يوازن بين الحلم والواقع يصل مهما كان الطريق قاسيا. قصة مصطفى ليست قصة شاب تخرج فقط، بل قصة إلهام لكل من يعمل ويتعلم، لكل من يظن أن التعب نهاية الطريق، بينما هو في الحقيقة بدايته. لأن الأحلام الكبيرة لا تصنع في أيام الراحة، بل في ليالي التعب.